اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله اسك توبي. معاكم عمرو عماد، والنهارده هراجع السماعه الجديده من اوبو وهي الدبليو 12. خليك معانا عشان نعرف مواصفاتها ونعمل انبوكسنج ليها ونعرف كمان ايه المحتويات اللي في العلبه. خليكم معانا. خلينا نراجع بقى السماعه الاوبو انكو دبليو 12 الجديده. يلا بينا. جميله الديزاين بتاعها، انا شايف الديزاين بتاعها شكله حلو جدا، والتب بتاعتها بس يعني قفل الباب بتاعها لطيف برضو، بس هي يعني الماجنتيك بتاعها ضعيف بالنسبه للي جوه العلبه. بيجي معاها ايرتابس، الايرتاب دي بتقدر تغير منها للسماعه بتاعتك لو ضاعت تقدر تغيرها فيها، بس ما بيجيش معاها شاحن للاسف، ما بيجيش معاها شاحن. خيبت ظني بصراحه. طبعا هي بتيجي ببطاريه، البطاريه بتاعتها بتقعد 24 ساعه، يقال ان هي تقعد 24 ساعه. بصراحه ما جربتهاش عشان اقدر احكم عليها اذا كانت بتقعد 24 ساعه او لا. بتيجي ببلوتوث 5.2 وده اعتقد يعني لطيف الى حد ما. ده هيكون معاك سريع، الى جانب ان هي جايه زي الريلمي، يعني هم يحاولوا يتجاوبوا مع الريلمي في الجزئيه دي، ان هي تكون بتيجي ببلوتوث 5.2 عشان تبقى سريعه وبجيمنج مود. وكمان بتكون مش نويز كانسلنج، لان مفيش سماعه نويز كانسلنج هتكون ب 700 جنيه. هي ريزيستنج فويس، يعني بتقلل الضوضاء مش بتمنع الضوضاء، مش بتكنسل الضوضاء. طبعا الميزه الجديده اللي بقت كله تظهر في كل السماعات دلوقتي ان هي مجرد ما تفتح العلبه بيتكونكت اوتوماتيك بالموبايل. لو عايز تعرف ايه الميزه بتاعت ان البلوتوث يجي بلوتوث 5، فالميزه بتاعته ان انت تقدر تكونكت بالموبايل لو حتى بعيد عنه 10 متر، فدي ميزه برده رهيبه جدا. طبعا بعد ما شفت الفيديو شفت محتويات العلبه وعرفت تفاصيل كل السماعه. تقدر دلوقتي تشتري السماعه دي من اللينك اللي موجود اسفل الفيديو لو انت على اليوتيوب، او من اللينك اللي موجود اعلى الفيديو لو انت على الفيسبوك. وما تنساش تحمل الابلكيشن بتاعنا عشان يوصلك كل جديد.